إسرائيل يا جماعة عم تشترط علينا نتخلى عن الجولان لحتى تقبل تعمل سلام مع سوريا. انتوا شو بتردوا عليها؟ انت عم تحتل ارضي، فوق كل شيء بدك مفاوضات وعم تحط الشروط. ما حدا بيتخلى عن وطنه. لا، هذا الشيء مرفوض. بتنازل مرة بتنازل على طول. ما بدنا سلام بس ما بدنا تروح الجولان. كشعب عربي وسوري نحن شعب مناضل، ما بنتنازل ولا عن أي شبر من الوطن العربي، مو بس من الأراضي السورية أو الفلسطينية. جولان أرض سورية وراح تضل أرض سورية يعني لبين ما يقولون لآخر نقطة بدمنا. يعني اللي بينسى أولاده ممكن ينسى وطنه. أول شيء بترجع الأرض لأصحابها، بعدين نحن ما لنا ضد السلام. حرب خلص، أحسن ما تروح الجولان. ممكن تصير اتفاقيات سلام، مو معاهدة، مو علاقات، بس من دون ما تنازل عن الجولان. الجولان خط أحمر. نحن بالنسبة لنا الجولان عائد بإذن الله. نحن ما عندنا مشكلة بالسلام، ولا بدنا لا سلام ولا شيء أبدا مع العدو الصهيوني الظالم اللي عم يقتل الشعب الفلسطيني، وما حدا يعني ردعه. نحن ضد هذا الاتفاق وما بنأيد هذا الشيء أبدا.